هو ربنا فين؟ ربنا موجود في كل مكان يا عيشة. ربنا موجود معانا في كل موقف، في كل دقيقة. في وقت السعادة بنلاقي ربنا معانا، كمان في وقت الحزن بنلاقي ربنا معانا عشان يطبطب على قلوبنا. لو عايزة تحسي بوجود ربنا هتحسي بيها وقت الستر، لما تبقي عاملة مصيبة أو عاملة حاجة كبيرة جدا وفي نفس الوقت تلاقي ربنا ستر عليكي وما فضحكيش. وعايزة تحسي بوجود ربنا في مواقف الظلم، مواقف الضعف، لما تدعي كده وتقولي يا رب يا رب هات لي حقي، يا رب يا رب انصرني، وتلاقي ربنا جاب لك حقك تالت ومتلت. مس هو ربنا فين؟ هو حلو السؤال يا حبيبتي، بس هو انا ممكن اعرف بتسالي لي؟ بسأل يا مس علشان انا كنت عايزة اقابل ربنا واتكلم معاه. اولا ربنا موجود في كل مكان وفي كل وقت انت محتاجاه فيه. يعني مثلا احنا عندنا 5 فروض، مع كل فرض انت بتصليه بتدعي ربنا، تقولي له يا رب انا تعبانه، يا رب انا مخنوقه، ربنا بيسمعك. مثلا انت زعلانه هو موجود عشان ما تكونيش زعلانه. ان انت مثلا محتاجاه في وقت ضيقه بيكون جنبك، هو شايفنا. لما بنغلط هو بيصحح لنا الغلط بس من غير ما نعرف. مع كل غلطه بنغلطها بنتراجع في الغلطه دي، بنروح نصلي، بندعي في كل فرض، نقول يا رب انا ماليش غيرك، هو بيحقق لنا كل اللي احنا عايزينه. بس انت افضلي بس صلي وادعي واعملي كل اللي عليكي من فروض واي حاجه، وربنا هيحقق لك كل اللي بتتمنيه. مستر هو ربنا فين؟ هو ربنا فين؟ بصي، هو سؤال جميل وسؤال صعب في نفس الوقت، وانا هقول لك عليه. في آية عندنا في القرآن بتقول الرحمن على العرش استوى. يعني ايه؟ الرحمن اللي هو ربنا في السماء السبعة على العرش بتاعه، والعرش ده المفروض في السماء السبعة بس محدش يقدر يوصل له، محدش عارف مكانه فين. طب ما هو كده بعيد قوي، كده هيشوفنا ازاي وهيراقبنا ازاي؟ بصي يا عائشة، ربنا مش شخص عادي زي كده. ربنا إله، يعني إيه إله؟ يعني هو اللي خلق الزمان، هو اللي خلق المكان، مش مرتبط بينا زينا كده. ربنا لو انت في مكان معين صغير مقفول عليك، العالم كله مش شايفك، ربنا هيكون شايفك. ليه مش سايب الناس اللي بتظلمنا وبتأذينا عايشة وسطينا؟ لا يا حبيبتي، ده انت فاهمه غلط خالص. ربنا ما بيرضاش بالظلم، لان في حاجه اسمها حساب وعقاب. يعني مثلا في خير وفي شر، فانت مثلا بتعملي الخير صح، فلما تعملي الخير ان ده حاجه، يعني حاجه حلوه وكويسه. في ناس تانية بتعمل شر، ده بصي زي ايه؟ مثلا زي امتحان، يعني زي مثلا انت دخلتي لجنه الامتحان، انت جبتي مجموع كويس، في ناس تانية سقطت. ربنا مش بيبقى اللي هو بيسقط الناس دي، لا، لان انت مثلا ذاكرتي هم ما ذاكروش. ربنا يعيشها الوحيد اللي ممكن تكلمي في اي وقت وفي اي لحظه. ممكن تقومي تتوضي وتصلي وتدعي ربنا وتقولي يا رب انا محتاجاك، هتلاقي ربنا موجود. ربنا قال يا عيشه الا بذكر الله تطمئن القلوب. عارفه يا عيشه صحابك القريبين منك في المدرسه، صحابك اللي معاكي اللي انت دايما بتحبيهم على طول، حتى اخواتك، حتى باباكي، حتى مامتك، ربنا اقرب ليكي منهم كلهم يا عيشه. ده ربنا قال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. فاهمه يعني ايه؟ يعني ربنا اقرب لينا من الناس دي كلها، ربنا اقرب ليكي حتى من نفسك. يا عم جرجس انا كنت عايزة اسأل حضرتك سؤال. طبعا يا عائشة يا بنتي، اسألي اللي انت عايزاه. يا عم جرجس هو ربنا فين؟ بصي يا عائشة يا بنتي، ربنا دوت معانا في كل مكان، في كل مكان نروح ربنا معانا، وممكن نقدر نكلمه، اي حد فينا ممكن يكلم ربنا. بصي يا حبيبتي، عايزة تقربي من ربنا اكتر تروحي له بيته. بيته فين ده يا عم جرجس؟ بيته دوت اللي احنا بنعبد ربنا فيه. يعني مثلا انت بتروحي الجامع بتعبدي ربنا وبتصلي، انا بروح الكنيسة عشان اعبد ربنا وعشان ادعي له. كل واحد بيدعي ربنا علشان يحقق له الامنيه اللي هو عاوزها، كل واحد بيدعي له، كل واحد يعني الحاجه اللي هو بيبقى عاوزها بيطلبها من ربنا عشان تتحقق. حتى لو هو بيشتكي له بيروح يقول له الحاجه اللي مضايقاه، حتى برضه لما بيكون فرحان بيروح برضه يحكي له على الحاجه اللي هي فرحته. لما اكون زعلان اروح له اقول له يا رب انا زعلان، يا رب انا مش لاقي حل، يا رب انا واقع في مشكله، فبرضه بيقف جنبي بيحل لي المشكله دي. لما باجي اقول له اصلي استخاره عشان اخد رايه في حاجه، اقول له يا رب انا مش عارف الراي، فهو يقول لي على الراي الصح. فربنا موجود معانا في كل حته. وفعلا لما نكون عايزين نعبد ربنا اكتر بنروح الجامع، او اخواتنا المسيحيين لما بيروحوا الكنيسه، فده بيقربهم اكتر لان هم بيبقوا رايحين لربنا. هو البيت ده مخصص فقط للعباده، عكس ما ابقى في البيت ممكن اصلي في البيت، ممكن اكل في البيت، ممكن انام في البيت، لكن مكان الجامع او الكنيسه ده مخصص فقط ان احنا نروح نعبد ربنا فيه.
فكلهم قالوا الكلام الصح.